المشهد بقى اللي جاي هو اللي مهم، وهو اللي بتحدى بيه الناس اللي بتقول لي ان اللي بينشر سلبياتنا هم اخواتنا العرب او اخواتنا الخليجيين. اتفرج كده معايا على الفيديو ده. والله المترو الى الان صراحه شيء نظيف وشغل محترم صراحه. فكه ده بطاقه جديده. اوكي. واحده خفيف. صفر 2 16 جنيه. هذه التذكرة سعر الرحلة 8 جنيه تقريبا. 8 جنيه يمكن أقل من ريال. هنا تجي بهالشكل. أهم شيء تاخذ البطاقة لا تنسى. عند الخروج يحتاجونها. تنتبهون للوحات الاتجاهات، أهم شيء تعرف رصيفك وين عشان ما تلخبط. أول مرة تجرب المترو هنا برويشت؟ اي والله جديد هو صح؟ كم عمره تقريبا؟ انا ما ادري بدعين من زمان، ولكن توسع ما شاء الله. لكن والله نظيف أي والله. كويس صراحة. لا شك. والله يشغل ما شاء الله. اي والله شيء محترم صراحة. انا اشهد. بس هقف عند الكلمه دي، بيقول شيء محترم، التاني رد عليه انا اشهد. الناس دي بتتكلم من قلوبها. كمل. بالعربي والانجليزي، وفي عربات مخصصه للسيدات، يقولوا السيدات ليديز. اها في عربات مخصصة للسيدات نعم. تعبيرات واشارات اعجاب البنت التونسيه في تجربه المترو اللي كانت معانا من كام يوم. نفس الكلام، والله محطات نظيفه، والله شيء راقي، والله عربيات للسيدات، نفس الكلام. عين الضمير واحده، عين القلوب الصافيه واحده. وانا برضو حسيت ان ابو كاب اسود اللي قدامهم ده كزبره. عند الخروج تحتاجها، يعني لو نسيتها هناك خلاص ما تطلع لك الحين. يلا. تجربة الخليجي 10/10، كاتب التجربة 10/10، يعني هو نازل يقيم المترو ويشوفه زي اللي بيجي في الأفلام والمسلسلات ولا لأ. تأكد إن اللي أنت بتقابله بيسب في التعليقات، سواء حاطط علم مصر أو علم السعودية أو علم الكويت، هو لا يمثل شعبه، ويا إما لجنة إلكترونية يا إما اتغسل دماغه من اللجان الإلكترونية.